الاجازه، خلصت امتحاناتك ومذاكرتك وجايت فتره الاجازه، خلصت العيد، والانسان الفراك اللي جواك شايف الاجازه فرصه كويسه ان هو يطور فيها من نفسه او عايز يعمل فيها حاجه. فانا النهارده جاي اقول لك تعمل ايه في الاجازه بالظبط عشان تقدر تستفيد بيها كويس. اول حاجه تعملها في الاجازه انك ما تعملش حاجه، بالظبط زي ما انت سمعت كده، ما تعملش حاجه في الاجازه، او على الاقل يبقى اولوياتك في الاجازه رقم واحد انك تحاول ترفه عن نفسك. لما الاجازه تيجي كتير قوي مننا بيبقى متحمس وعايز يروح الجيم وعايز اطور من نفسي واخد الكورسات وانزل اشتغل واطور من البراكتس والنولج واشتغل واتعلم البرمجه واتعلم مهارات مش عارف ايه. كل ده كويس ولكن مش الاولويه، وده للاسف اسلوب متبع كتير جدا في الميديا دلوقتي، ان الموضوع اشتغل وعافر واشتغل على نفسك والاجازه جت وطور. كل ده حلو، ولكن نصيحه ليك، محاولتك في اسعاد نفسك وانك انت تبسط نفسك ده مش اوبشن ممكن تعمله او لا، ده تاسك لازم انت مجبر عليه تعمله، مش تضييع وقت ولا حاجه، ولكن ده اساس من اساسيات تطويرك لنفسك اصلا. فانت طالع من امتحانات ودراسه ومذاكره داخل على ترم بعد كده تاني، فلازم في النص تقف تريح نفسك شويه. تريح تعمل ايه؟ انا مش هقدر اقولها لك، كل واحد بقى على حسب شخصيته وميوله. في واحد شايف ان هو مثلا لما يلعب كوره كل يوم، او ان هو يخرج، او ان هو يتفسح، او يروح يصيف، او حتى ينام بشكل كويس وياكل بشكل كويس، او انه يقرا كتاب، ايا كان الحاجه اللي بتبسطك اعملها في الاجازه واعملها بجوده عاليه قوي. يعني اصرف وقت وفلوس وما يهمكش، بس بص اعمل كل حاجه الا انك تقضي يومك كله بتسكرول على السوشيال ميديا. دي حاجه لا هي هتبسط نفسيتك ولا هي هتزود انتاجيتك ولا هتعمل اي حاجه خالص غير انها تاثر عليك تاثير سلبي، وهتخليك تحس ان الاجازه ممله. ليه بعض الناس بيحس ان الاجازه ممله؟ لانه طول ما هو فاضي ما وراهوش حاجه بيسكرول دايما على السوشيال ميديا او الفيسبوك او ايا كان، فبيعود دماغه على مستوى معين مرتفع جدا من الدوبامين. فهو لما يجي يعمل بقى اي حاجه في الواقع، يقرا، يتفسح، بيشوف ان الحاجات الصغيره دي ممله لانها بتديله مستوى معين من الدوبامين هو مش عايزه، او دماغه اتعود على المستوى العالي بتاع السوشيال ميديا، فبيضطر ان هو يسيب الحاجات دي كلها ويرجع تاني على السوشيال ميديا يقضي يومه كله عليه. ما بيعرفش يعمل اي حاجه تانية او بيشوفها ممله لانه هو عود دماغه على الميديا، وبالتالي بيضيع الاجازه. لا هو حتى اتبسط ولا حتى عمل حاجه استفاد بيها. فمن الاخر دور على اي حاجه تعملها حتى لو هتبسط نفسك بيها ومش تعمل حاجه غير السكرول او الموبايل او السوشيال ميديا بصفه عامه بافراط. طيب الحاجه الثانيه اللي تعملها هي ايه؟ افرض انا خدت وقت معين كافي ان انا ابسط نفسي فيه او افصل، او مثلا كل يوم انا محدد حاجه معينه اعملها ابسط نفسي بيها او افصل بيها، وعندي وقت كتير فاضي، شايف ان انا جاهز ان انا اقدر استغل الوقت ده في حاجه ممكن تفيدني. اعمل ايه؟ غالبا انت في سنين الدراسه ما تكونش عارف انت عايز تعمل ايه في المستقبل، لان الدنيا ما بتكونش واضحه قدامك قوي يعني. فنصيحتي ليك الوقت اللي انت فاضي فيه في الاجازه وما انتش عارف انت عايز تعمل ايه في المستقبل، حاول تستغل الوقت ده في حاجات تعملها تفيدك بعد كده قدام في اي طريق انت ممكن تمشي فيه. طب ايه الحاجات اللي انا لو دلوقتي اشتغلت عليها واكتسبتها او طورت نفسي فيها شويه، ايا كان الطريق اللي هتمشي فيه بعد التخرج ممكن تفيدك؟ من وجهه نظري انا الحاجات اللي اقول لك عليها دي، رقم واحد المجال اللي انت فيه ده، لو هنتكلم على تمريض، رقم واحد البراكتس. انت مش لازم، او لو عايز فعلا في وقت عندك فاضي لازم تمرن ايدك وتمرن شخصيتك على الشغل، على التدريب بصفة عامة. سواء انت كنت في مجال الطب او اي مجال، لازم في فترات الاجازة تحاول تنزل تتدرب، ايا كان المستشفى اللي تتدرب فيها، ايا كان حتى المكان اللي هتنزل فيه، ده مش مهم قوي دلوقتي. المهم ان انت تنزل وتشوف بيعملوا ايه، بيشتغلوا ازاي، تعرف تتعامل مع الناس ازاي، لان كل ده هيأثر عليك قدام، كل ده انت هتستفاد منه قدام. فحاول في الفترات دي انك انت تشوف اي مستشفى واتعب شويه وانزل، شوف اي مستشفى تتدرب فيها، حكومي او خاص او ايا كان، وما تستناش حاجه كبيره. انت مش هتروح تشتغل في مستشفى مثلا واخد GCI وانت لسه طالب، لا، انا هدفي من انك انت بس تعود ايدك وتعود شخصيتك على ان في ميعاد شغل وفي ناس بتشتغل معاهم غير زمايلك اللي في الكليه والدراسه والكلام ده. ده بيطور من شخصيتك، وكمان بتحاول تكتسب اي مهاره ممكن تنفعك في حياتك قدام. الحاجه الثانيه اللي تستغل وقتك فيها هي المعلومات، سواء انت نزلت تدريب، او لو انت موضوع التدريب ده مش متاح معاك او مش لاقي مستشفيات او مش هينفع تنزل، فالحاجه اللي فعلا تستغل وقتك فيها انك تزود من معلوماتك.
وبالنسبه لي المعلومات اكتسابها حاجه متراكمه مع الوقت، يعني مش عايزك تبقى مستعجل فيها او انك تاخد منها جزء كبير مره واحده، مع الوقت هتمل. هدفي في اكتساب المعلومات هو جزء بسيط ولكن بشكل مستمر، ومفيش طريقه معينه في ازاي اكتسب معلومات، كل واحد بيكون له الطريقه اللي هو مرتاح فيها. وان شاء الله هنزل لك فيديو ازاي او طريقتي ايه في اكتساب المعلومه وتطبيقها على ارض الواقع من غير ملل. طب اخد معلوماتي منين، او ايه مصادر المعلومات اللي اجيب منها او اكتسب منها المعلومات؟ طبعا لو انت بتشتغل في البراكتس، فانت لو في حاجه انت مش عارفها فهتروح تدور عليها، ده بالنسبه لك اكتساب المعلومات. اما لو انت ما بتنزلش اصلا براكتس وعايز تطور من معلوماتك، فمن رايي انا، من رايي تبدا بالحاجه اللي هي الاساس كاناتومي وفسيولوجي، ولكن بشكل بسيط جدا، ومن ده هيطلع منك انت فروع تقدر تدور عليها ازاي تكتسب معلومه. والحاجه اللي انا شايف ان هي مبسطه وفي نفس الوقت شامله الى حد ما معظم الاناتومي والفسيولوجي، ولكن بشكل مبسط جدا، واللي تقدر تتابع معاه موقع اسمه خان اكاديمي. في كورسات كتير في مختلف المجالات، ولكن الكورس اللي يهمنا احنا في المجال الطبي كورس اناتومي وفسيولوجي حلو جدا، ممكن الى حد ما تقدر تتابع عليه فيديوهات بشكل مبسطه، تقدر ان انت كل يوم كده تاخد لك فيديو او اتنين تزود من معلوماتك فيهم. الحاجه الثالثه اللي فعلا تستغل وقتك فيها اللغه. الانجليش زي ما قلت لك قبل كده هو حاجه مهمه جدا، وهينفع مع اي طريق انت هتسلكه ان شاء الله بعد التخرج. واللغه بتحتاج تمرين، بتحتاج انك تتدرب عليها، مش قصدي انك تاخد كورس فيها دلوقتي، قصدي انك انت ممكن تذاكرها مع نفسك، لان كل ما بدات فيها بدري، كل لما هتبقى سهله عليك، كل ما هتبقى متمرس فيها بشكل اكتر، لبعد التخرج هتنفعك. طب الانجليش قلت لك مش شرط تاخد كورس، في ادوات كتيره جدا 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 على النت مجانيه، وفي قنوات كتيره جدا جدا على اليوتيوب انت تقدر تستغل المذاكره فيها مع نفسك. هسيب لك في الديسكريبشن كام ابلكيشن كده ممكن تقدر تتابع معاهم، وكمان في كذا قناه على اليوتيوب جميله جدا انت تقدر تستغل وقتك ان انت تمرن نفسك على الانجليش في الاجازه، حاجه هتنفعك كتير جدا جدا قدام. الحاجه اللي بعد كده ممكن تعملها انك تقرا كتاب معين شايف ان هو قادر يفيدك بعد كده. القرايه بتوسع مدارك عقلك، بتضيف لك افكار لناس تانية وتجارب لناس تانية تقدر تفيدك قوي قدام. تسمع بودكاست لناس انت ممكن تستفيد منهم، تنزل الجيم او تلعب رياضه معينه بتحب تعملها، تتعلم هوايه، تتعلم مهاره ممكن تفيدك بعد كده في اي حاجه. اي حاجه هتتقل من شخصيتك بصفه عامه اعملها او تعلمها على حسب انت بتحب ايه او ميولك ايه. المهم انك ما تضيعش عمرك ووقتك على الموبايل. العالم الواقعي فيه كتير قوي انك تعمله غير انك تمسك الموبايل وتسكرول دايما على السوشيال ميديا وتضيع وقتك، وتيجي في اخر اليوم تتقفل انك ما عملتش اي حاجه ولا استفدت باي حاجه. انت لو طول اليوم هتنجز ساعه واحده بس في اي حاجه مفيده من اللي انا قلتها لك دي، وباقي اليوم هتقضيه في انك فعلا تستمتع وقتك لنفسك في حاجه غير الموبايل، فهيبقى كده فعلا انت استمتعت بالاجازه واستغلتها صح. لو اي حد عنده اي ابلكيشن قادر يستفيد منه سواء في المعلومات سواء في الانجليش او اي نصيحه بيعملها في الاجازه، يا ريت تسيبها لنا في الكومنتس تحت. اشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.